السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجة بنعملها، اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناة. اليوم العالمي، اليوم اللي بيجي مرة في السنة وبيبقى تقيل قوي على قلبي وانا تعبانة ومش قادرة، بس لازم اعمله. لو ما عملتوش بحس ان الشقة كلها مش نظيفة. انا عاوزة اوريكم بس شكل النيش بتاعي. انا مش هوريكم من تحت عشان المرايات. بصوا التراب عامل ازاي، بصوا التراب عندي عامل ازاي. بصوا النيش دون بصراحة اختراع فاشل والله العظيم. الحاجات دي بتتحط ما بنستعملهاش. انا عندي حاجات زيها في المطبخ. بصوا الحاجات دي مش قادرة ارفع الموبايل اكتر من كده. اللي فوق بقى كاسات، واللي فوق طقم جوازي بتاع روميو وجولييت. ودون الطقم دون كان خالي جايبه الله يرحمه من الكويت. كان جايبه لبنتي وبنتي مش عجبها، رحت انا خدته. الله يرحمه كان مديهولها يعني، وانا كنت جايبه لها واحد فانا خدته. بس الدنيا مليانه تراب ازاي. بصوا الطقم ده بقى، يا نهار ابيض يا لهوي. كل ده بقى هفضيه، بنتي هتفضي معايا، وهنروح تحت الحنفيه هنغسله وهنغسل المفارش وهننضف النيش بالملمع الزجاج وايه. وربنا يعيننا عليه. كل يوم ممكن نعمل رف، يعني انا كل يوم ممكن اعمل رف. قومي بقى اعمليه قبل رمضان عشان خاطر ايه. يعني انا الفيديو ده انا عاملاه قبل رمضان بكام يوم وانا ظهري وجعني وتعبانه، بس لازم نتعمل لان في رمضان بنتي هتولد ومش هبقى فاضيه وانا تعبانه ذات نفسي باخد علاج برضه. فايه لازم نعمله لانه منظره وحش جدا. يعني منظره، بصوا التراب، بصوا التراب شكله عامل ازاي. والله العظيم مشروع فشل يا بنات. محدش يجيب النيش في الجهاز، جيبي غسالة اطباق احسن. انا بنتي قالت لي مش عاوزه نيش في الجهاز. بناتي عندهم نيشات وعاوزين يوزعوها، وبرده نفس الحكايه. يا بنتي نضفي النيش. احنا بننضفه مره واحده في السنه. تقول لي الدنيا تراب، انا هو مره واحده في السنه بس. فانا والله انا زمان كنت بنضفه يجي 4 مرات في السنه، بس الصحه بقت على قدها بقى. فانا حابه كده نفضي النيش وهوريه لكم بعد ما نفضيه، والمفارش هغسلها وهوريه لكم هلمعه بايه. بس بصوا يا حبايبي، انا جبت الاطباق من النيش وهقعد بقى اصبنهم كده. وجبت صينيه كبيره عندي هكفي عليها، اصبن واشطف واكفي. كل يوم يعني انا هعمله على يومين 3 زي ما انا يعني زي ما اقدر، لان انا مرهقه وبنتي برضو بتعمل حاجات. اول مره نعمل شغل رمضان كده واحنا تعبانين قوي يعني. ساعات بنبقى تعبانين بس احنا تعبانين بنعمله مضطرين. بصوا التراب، بصوا التراب عامل ازاي، زي ما يكون ما بننضفش على طول ايدينا فيها. الدنيا عندي مليانه تراب. بصوا. طب ازاي والنبي النيش دون بنتي تقول لي امسحيه بحته مبلوله. ده يعجن. بصي لو اعرف لو في حد بيعمل الحاجات دي، لكن اللي بتيجي بتعمل شغل البيت ملهاش دعوه بالحاجات دي. مشروع فاشل يا جماعه. ده طبعا مقلب الزباله بتاعي. مشروع فاشل، محدش يجيبنيش. كفايه الحاجات غليت. العرايس تجيب على قد المطبخ وخلاص. الحاجات دي عندنا اثريه، يعني اثريه كده عندي، ولا بنستعملها ولا بنهبب. كل ما نيجي نستعملها لا هتتكسر. لا طب انت عينها لايه؟ للورثه. يلا انا هغسلها بقى ايه واخد علاجي واسيبهم يتصفوا، وبعد كده رف تاني. رف هما النيش عندي 4، يعني كل مثلا ممكن اعمل رفين في يوم. اصلا يعني انا برضو بعمل اكل. النهارده محتاجه اعمل اكل ايه، هعمل حبه مكرونه. فانا هغسل بقى واصفي. ولازلنا مستمرين في اول رف في النيش. بصوا دون طقم جهازي برضو. ده طقم بيدخل الفرن، يعني دون بقاله 36 سنه. ودون طقم جهازي، دون روميو وجولييت بقاله بس نصه اتكسر. وده بقى الطقم ده اللي جاي لي من الكويت، اللي بنتي مش خدته. فطبعا بصوا احنا دلوقتي بنعمل في اول رف. وانا عاوزه اسال بنتي دلوقتي يعني هي في 4 كليه. فهي بتقول لي يا ماما بصي مش عاوزه نيش، انا مش عاوزه نيش، انا عاوزه غساله اطباق. ايه رايكم اجيب لها نيش ولا غساله اطباق؟ ايه رايك يا اروى؟ غساله. هي اصلا عندها برضو صوتها منبوح، فبتقول لي يا ماما انا مش عاوزه نيش. فقالت لي بقى ايه، انتي اعملي الرف ده وهي هتعمل بقى رف الكاسات والكوبايات والفناجيل. يعني هتعمل ال3 رف التانيين، يعني انا رف وهي 3. فانا دلوقتي هشطب بقى واسيبهم على الترابيزه يتصفوا عادي براحتنا بقى. نرص وقت ما نرصه عشان هنغسل لسه المفارش.
فهرجع لكم بقى بعد ما اخلص كله كده، واحنا بنلمع النيش بقى وبنرصصه بقى. بصوا يا حبايبي غسلنا كل حاجه، بس اللي لسه في حاجات والله بنتي بتغسلها جوه، سامعين الصوت حتى. رصصت كلها على ترابيزه السفره. وطبعا هوريكم النيش. بصوا النيش لسه مليان تراب ازاي، بصوا النبي. هنمسحه بقى وبكره نبقى نرصه واصوركم وانا برص، بعد ما ارص قصدي يعني. ايه رايكم؟ اجواء رمضان عندنا حاجه بسيطه. الحاجات دي كانت عندي انا، ما اشتريتش حاجه السنه دي. اي حاجه عندك طلعيها وما تشتريش حاجه، عشان الحاجات اللي السنه دي غاليه كلها. بص بقى النيش بقى، انا مش هاجي عنده عشان المرايات. ايه رايكم؟ نضفناه ما شاء الله انا وبنتي. والله العظيم احنا كنا مش قادرين خالص، وكنا عندنا اكتئاب، فقلنا ايه هنقوم نعمل وننضفه ونعلق. فرع النور ده برضو كان عندي من السنه اللي فاتت. عندك اي حاجه قومي وعلقيها وشيلي الاكتئاب من عندك. نضفي بيتك، اعملي اي مجل كده في رمضان. ولسه بقى ايه، انا بنتي بتعمل اوضه المعيشه بس ما صورناهاش عشان انا كنت تعبانه وكنت عاوزه تعملها لي مفاجاه. هي دي هديه عيد الام من بنتي ليا، اللي هي نضفت لي اوضه المعيشه. بصوا النيش، ايه رايكم في النظافه دي بقى؟ الحاجه بقت بيبرق. هطفي لكم النور عشان تشوفوا الايه الاضاءه. ايه رايكم في العسل ده بقى؟ وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وقوموا اعملي وما تاجليش عمايل النيش للعيد، عشان رمضان بيبقى شهر عباده. نعمل حبه الحاجات اللي هي ايه، اللي مليانه حاجات كده روتينيات بنعملها بس بنضيع بيها وقتنا. فحاولي اعملي كل اللي وراكي قبل العيد، قبل رمضان يا ربي، عشان خاطر في رمضان ايه نبقى فايقين كده للصيام. وبرده هننضف الشقه برده، يعني هو كل يوم بننضف الشقه، بس في حاجات بنعملها من السنه للسنه. كل سنه وانتم طيبين، وباي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.